بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا السلام ربي في اللون. السلام عليكم ورحمة الله. كل جعل ربي ذا ذروم يفعل في اللون الهموم. عباد الرحمن قبل أدن فقن كران الصفات الخصلات عباد الرحمن. أما كالسلام التلاوة العاطرة لفضيلة الشيخ دينيغ ثمذينت بصفون ثمذينت ونغابرة، يعني هي جزء من جسم الجزائر التي سجلت حضورها الفعال في ميادين الخير ومجالات الصلاح. ثمذينت إقلام سير قزنيس إمسنوان عرضيا وقاذ يموتنا فلسن يعفو ربي وقاذ يتسيديرا أثني حرز ربي. ذي المجلس ويس 8 من مجالس القرآن والآيات من السلام في عباد الرحمن. أتصن الصفات إسعان عباد الرحمن. أما الساعة بين أريلين سي عباد الرحمن مقام سامق يناله المؤمن باجتهاده بإيمانه بأعماله الصالحة بثباته، فإذا كان كذلك ينال هذه المرتبة العالية وقد حقق براءته في الدنيا وفي الآخرة عند الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الرحمن سي الصفات سي الخصلات ومن سلا ذي القرآن الكريم باش هذيلي يونسي عباد الرحمن إلى قذيل موحد هذيلي مؤمن الإيمان ينس زدي يصفى لا تشوبه شائبة. الإيمان إلى قذيل ذوين زديا وسيخدم على الشريك يا ربي. ربي القرآن الكريم من الآيات المبينة لهذه الآيات والقرآن يشرح بعضه بعضا. قل هو الله أحد سورة الإخلاص، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية الكرسي في سورة البقرة الآية 255 من السورة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. التي تليها لا يديسان فيرس 256 من السورة سورة البقرة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخر الآية. ولمدينا ربي سبحانه فمن يكفر بالطاغوت، دققوا معي، هذه تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلا الله إثبات. هناك نفي وإثبات. مرد لا إله وقي نفي من بعد الإثبات دينغ إلا الله ذا قذي للتوحيد الخالص الإيمان زدي يصفى. أما كدننا لا تشوبه شائبة. والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. مسألة مهمة جدا. هذه الآية 256 من سورة البقرة تساوي لا إله إلا الله. الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. أتدرون لما؟ تحقيقا لسلامة الإيمان، باش الإيمان ذيلي زدي يصفى ولا شك معاني الشرك. وكلمة الطاغوت اللغة العربية من قواعدها
الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. القرآن لم يقل الطاغية، طاغية خفيفة، خفيف ثقيلس، لا، الطاغوت كلمة تملأ الفم، اقرأها ستعلم. كلمة تملأ الفم، ثتشور إيمي بمذان، ويؤمن بالله، يؤمن ربي، النتيجة ما شاء الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يذفع فريد سلامة وثكين داما. وكذ الشرط من الزو شرط أساس ذيني من ربي سبحانه في آيات عديدة. ما ديني مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أوغمونتينا فورتيفيث الإيمان فكتسفوذ الإيمان نون أين كيسنرنين الإيمان خدمتت. ومن عوامل زيادة الإيمان مجالس القرآن. من أسباب زيادة الإيمان مجالس القرآن، هذا كلام الله. يا سعدنا والله يا سعدنا ما زال الوحي كما أنزل، بالضد تتبين الأشياء. غيرنا يعيش في حالة من التيه والضياع. كل شابيبري تكفي الإشارة. ولكن نكون القرآن كيف ينزل ربي ما زالت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي سبحانه يحرزيث وما زالت يتلى ربي الحمد لله. وربي ند في سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من تفضي القرآن نتغدي نجرنا فريد تلويث أفريد السلامة وثكين داما الصراط المستقيم. في كل ركعة نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. أخي كنقال صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم وردوا في سورة النساء في الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. القرآن يشرح بعضه بعض. طبعا تأتي السنة المبينة للقرآن إما بتفصيل المجمل، إما بتقييد المطلق، إما بتخصيص العام، وكل ذلك معروف في هذه المباحث العلمية المهمة. أقول ربي سبحانه يناد هاثن فريد القرآن غادي يقرأ أمن ربي الإيمان امتيذت، وهذه صفة أساسية من صفات عباد الرحمن. الصفة الثانية سمعناها من خلال التلاوة المباركة التوبة. سمعتوا دون أن أعيد قراءة الآيات سمعناها الله يبارك. التوبة والحمد لله. معنى هذا عبد من عباد الرحمن ممكن يغلط عادي، يغلط ويتوب، وربي سبحانه أعطى له رسالة أمان. التوبة ربي وعد ووعده الحق. ما نتصوروش بالإنسان هو شغل ملاك ما يغلط ما والو، عادي يغلط. علاش قال ربي سبحانه في أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني إسراف، داروا معاصي كثيرة وكبيرة، وسمعتوا الأمل الذي تزرعه الآيات في قلوب العصاة. القرآن يزرع الأمل الدافع إلى العمل. قل يا عباد ربي شو سينا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أولا خاطبهم بخطاب يا عبادي، يعني ما سلبش منهم صفة العبودية. ربثني سوف غرس الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هي الرسالة الأولى مسننا يا عبادي. في سناف لا تقنطوا من رحمة الله. ربسني قارو تسيستار سر الرحمة ربي زرا ما يغار خاطر لا ياس ما يزدغ أولاوان فافي سد فلس يعفو يرحم.
يقول الحكماء: اليأس يقتل الفضائل في النفوس. لا ياس ذيريث ما إلا ييس ييون يزمر ذي ضور إيمانيس وذي ضور وياض. الشيطان لنمي ديكلاري العدو المبين يزرع اليأس في قلوب العصاة، يقول لهم خلاص يطرطع، صلاة 60 سنة ما تصليش، خلاص 50 سنة يفاتك الحال. لا، ربي يزرع الأمل، يقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله والسيسترة سير رحمة ربي. نذكركم بسيدنا يعقوب واش قال ولادو؟ يا أخي ولادو قالوا له يوسف كله الذيب، يوسف يتشاث وشن. سمحوا لي لو كان قالوا له يوسف ضاع يروح غير يوسف، عندهم الأمل يلقاوه. لا قالوا له يوسف كلاه الذيب. دليل الإثبات بلا بروف، جابوا له الدليل باللي الدم خلاص. معناه يوسف كان قريص قبايلي إلى قصير ثافلاطي وليس يريس ثافلاطي ول المعنيس ييأس. الآية تعرفوها: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا بالتفاصيل إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يتشاث وشن، فتفيد الترتيب مع الفورية، تحقيق خلاص داين. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. زيد: وجاءوا على قميصه بدم، ولكن القرآن قال بدم كذب. المهم الآية 18 من السورة نفسها واش قال سيدنا يعقوب؟ شوفوا الموقف، تصوروا رانا حاضرين مع يعقوب وهو يستقبل الخبر. أقلق سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وسند وراويس. شكون اللي جاب الخبر؟ ولادو. معناه المفروض كلام صحيح ذا الراويس. لاشو سنينا؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أي تفضي ربي قرنيس قبايلي أور نكسيفا سنة سيدي ربي ننطف كان ديال ربي. ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم إنك من وجد الله فماذا فقد. إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك، إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء. أما السعد بنطفن ديال ربي اطف دي الصبر إنس فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه الآية 18 سورة يوسف. أمشي شوية أوصل للآية 83 واش قال لهم؟ فصبر جميل مرة أخرى، ولكن هنا الصبر الذي أثمر الأمل. الدليل في الآية نفسها: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إسعى السيرم ورسالة السيرم، إسعى السيرم أسيقار داس نيسين أما يوسف ما ديكماس خاطر روح نيسين يخاكا. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. نروحوا شوية لقدام الآية 87. جمع أولاده قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. شفتوا المقصد؟ اللي يشد في ربي مستحيل ييأس. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن هذا قرآن عجيب، قرآن عجيب. ربي قال في الآيتين الأولى والثانية من سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعود: إذن لا تقنطوا من رحمة الله. الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة مهمة جدا: إن الله يغفر الذنوب جميعا سونز اكسبسيون، كل الذنوب. باش ما يجيش واحد يقول لا ربي يغفر ولكن واحد الذنوب ما يغفرهاش. لا ربي اللي قال. المهم تكون التوبة النصوح
بشروطها. سيدي ربي نكت انت يعفو ياك امش قارني مغار نزيك ربي يعفو كملت يغفر كملت وين يشظني وخر. حديث صحيح لا أصيل ربي يعفو يغفر وين يشظن يوخر. ثالثا إن الله يغفر الذنوب جميعا. من بعد شو دينا إنه هو الغفور الرحيم. شفتوا هذه الآيات التي تشرح الآيات التي استمعنا إليها. هذه الصفة الثانية من عباد الرحمن، يغلط يتوب عادي إلى أن يلقى الله عز وجل. ونسأل الله أن تكون الخاتمة حسنة. أن سيري ماك باش تسيلي تمديث الصفراحا. خاطر كي قال الشيخ محمد الحسين ولاش تصبحيث ورنسعي ثمديث ولاش إيض ورنسعي ثافجريث. الصفة الثالثة التزام العمل الصالح. وسمعنا الآيات ماشي غير التوبة بعد واحد يريح، لا لابد من ترجمة الإيمان إلى أعمال صالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وترجمة التوبة إلى أعمال صالحات. أتدرون ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله، شغل ميمحات لاقوم غلط يدير الحسنات وتروح. إن الحسنات يذهبن السيئات. لحسن حظنا أن السيئات لا يذهبن الحسنات. ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات. معنى التائب وين يثوفن إلى قد يثوف ربي سبحانه وذي خدم الصلاح. بالمناسبة ربي ما قالش ما هو طبيعة العمل الصالح، ما هي طبيعة العمل الصالح، قال لك خدم الصلاح. والعمل الصالح أنواع وأصناف وكل ميسر لما خلق له. اللي يبني الجوامع عمل صالح، اللي يبني ثم عمرين عمل صالح، اللي يبنوا المصانع اللوزينات عمل صالح، اللي يساعد الفقراء والمساكين عمل صالح، اللي يدعو إلى الله عمل صالح، اللي يعلم القرآن عمل صالح، واللي يسعون ثوية وجالي وجيلني مغذان عمل صالح. لا بد أن تنتشر الهمم في فضاءات الصالحات. لا يصح نقلا ولا عقلا أن تختزل الأعمال الصالحات في مجال معين بجميع المقاييس النقلية والعقلية. أربدي قار خدم الصلاح كل يوندثي وله ربي سبحانه هكذا. ذا كان عمر الدونيث أمشى رشبح الدونيث أمشى ثامر الدونيث أن الذين عمارا ميل كل يوندي يخدم الصلاح ذن دين لا. إذن الرسالة الثالثة والصفة الثالثة لعباد الرحمن التزام العمل الصالح. وربي قال في سورة الكهف آخر آية الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ماشي فليعمل برك، لا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الخصلة الرابعة والأخيرة هي هناك يعني صفات كثيرة، هي التزام الأخلاق. هنا واعرة، هذه واعرة. الامتحان الأكبر في الأخلاق، الله غالب. لذلك لابد أن نهيئ أنفسنا من البداية بقوة من الثبات للتمسك بالأخلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم مدحه الله بها، قال وإنك لعلى خلق عظيم. هو قال لنا في سنته المطهرة وبينها في سيرته العاطرة الأخلاق الحسنة. هشام بن حكيم الصحابي الجليل سأل السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أخلاقه، وقالت له بالمختصر المفيد كان
خلقه القرآن. خير الكلام ما قل ودل، ثلاثة مسلاين لخصت اختزلت كان خلقه القرآن. نتسا غدينا في الأدب المفرد كما يروي البخاري في الأدب المفرد خرجوا لهذا الحديث رقم الحديث 173: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رواية الأدب المفرد. والرواية الأخرى المعروفة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تفكروا هذا الحديث مع الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، والحديث يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. من بعد قال: وخالق الناس يعني كل الناس، ماشي غير المؤمنين غير المصلين خاطئ. إلا قتصرف كاع لاين جنس المن أتيليا كيث خلقيث مرة وخالق الناس بخلق حسن. أكتفي بهذا البيان، شكرا لكم.